هتعمل ايه مع زرعك لو ادالك نموات خضرية وطول وورق كتير وما ادكش تزهير وقت التزهير؟ وهنا بنتكلم على المحاصيل الصيفية سواء لوبيا او جوت. في البداية لو بتشوف القناة لأول مرة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الزراعية اللي بتنزل على القناة. عشان نوقف الهاج الخضر اللي عندي والنبات يبدأ يزهر، رقم 1 لازم تعطش الأرض. رقم 2 لازم تمنع تسميد الأسمدة النيتروجينية سواء سلفات أو نترات النشادر أو يوريا. رقم 3 لازم تعمل عزجة خفيفة في الأرض بحيث إنها يدوب تعمل تجريحة خفيفة للجذور عشان تقلل من امتصاص النيتروجين في التربة. رقم 4 لازم تسمد الفوسفور في التربة وتضيفه على الورق، لأن الفوسفور بيقلل من التأثير الضار لزيادة النيتروجين في التربة، وفي الحالة بتاعتك دي انت عندك زيادة عالية جدا من النيتروجين في التربة.